الله. بير غويط لو بصيت فيه ليلة اكتمال القمر هتشوف فيه صورة حبيبتك. البير ده موجود هنا في بيت الكريتلية أو متحف جاير أندرسون. تعالوا بينا نعرف إيه الحكاية. حكايات وأساطير جوه البيت ده اللي موجود من العصر العثماني. سكنوا ناس وماتت ناس وعدى عليه كتير، منهم الضابط الإنجليزي جاير اللي عشق البنت اللي كانت في البيت ده. ومرت سنين وعرف إن البيت هيتهد عشان الحكومة هتوسع مسجد أحمد بن طولون. وكان ده بين سنة 1930 ل 1935. جاير أندرسون عرض على الحكومة إنه يشتري البيت ويرجعه لأصله ويملاه آثار من كل الدنيا ويخليه متحف ويرجع للدولة وقت ما يموت. وقد كان ملاه آثار من كل الحضارات، فرعوني وإسلامي ومن بلاد فارس والقوقاز. صرف أموال طائلة على الترميم، وعاش هو وخادم عجوز كان بيشتغل عند السيدة الكريتلية آخر واحدة سكنت البيت. هو عم سليمان الكريتلي، وكان بيخدم ضريح سيدي هارون الحسيني اللي هتلاقيه جوه البيت. عم سليمان قعد يحكي لجاير حكايات وأساطير من الخيال، لكنها كلها بتحصل فين؟ في بيت الكريتلية. لدرجة إنه ألف كتاب سماه أساطير بيت الكريتلية ونشره في لندن وحقق نجاح كبير جدا. ومن بين الحكايات حكاية ست البنات لطفية اللي كانت يتيمة الأب وساكنة البيت ده مع أمها، وكانت بتحب أمين ابن الجيران. وفي يوم بصت في البير اللي فار من جمالها وجريت على أمين عشان ينقذها واتجوزوا بعدها. ده غير أسطورة ملك الجان والتعبان الطيب وغيرهم كتير من الأساطير اللي حصلت في خيال عم سليمان وكتبها جاير في بيت الكريتلية. سنة 1942 اضطر أندرسون إنه يرجع إنجلترا لمرضه الشديد ومات سنة 1945. ووقتها استلمت الحكومة بيت الكريتلية بكل محتوياته وحولته لمتحف جاير أندرسون. تفتكروا الحكاية وقفت لحد هنا؟ لا، كل الأساطير اللي اتكتبت عن البيت ده جذبت كبار صناع السينما، لدرجة إن صانعي أفلام جيمس بوند صوروا فيه جزء من فيلم الجاسوسة التي أحبتني سنة 77. وروايات نجيب محفوظ زي بين القصرين وقصر الشوق والسكرية والحرافيش وغيرها كتير من أعمال. بيت الكريتلية حكاية جميلة على أرضنا، ياريت تزوروه وتشوفوا جماله.